السلام عليكم ورحمة الله. عندما تسقط الدولة تسقط معها القيم الإنسانية والأخلاقية، ولكن تظل القبيلة صامدة بأخلاقها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها. ولكن جريمة شبوة هزت اليمن بأكمله وأسقطت شرف القبيلة عندما يساق الإنسان إلى الموت المهين وتكبل أقدامه ويتم إطلاق مئات الطلقات على جسده وهو مرمي في الأرض. أين الرجولة؟ أين الأخلاق؟ أين القبيلة؟ كل هذا حدث بعد الربيع العربي. انهارت بعض القيم الأخلاقية والإنسانية لدى المجتمع اليمني، وخاصة في بعض الأماكن، بداية من قنص شباب أبرياء في جمعة الكرامة من أجل إثارة الرأي العام فقط، وجريمة دار الرئاسة عندما تم تفجير المسجد وبداخله مجموعة كبيرة من قيادات الدولة اليمنية من ضمنهم رئيس الدولة، أصيب واستشهد عدد كبير منهم. وخرجت الأفراح والاحتفالات والذبائح ابتهاجا بهذه المناسبة. وفي تعز عندما قتل شباب وسحبوا في الشوارع، من هنا بدأ انهيار القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية وكذلك القبلية. ولكن أن يتخلى عنها أي مجتمع، فالسقوط والفوضى ستحل بهذا المجتمع وعقاب الله سينزل عليهم. كلها جرائم يهتز لها عرش الرحمن. ما جرى في شبوة امتحان حقيقي لكل قبائل اليمن، وامتحان أمام الله الرحمن الرحيم قبل أن يكون أمام الناس والتاريخ. القبيلة وجدت لتحمي أبنائها ولتكون في صف الحياة والعدالة والقانون والشرف والكرامة. القبيلة في اليمن صمام أمان للمجتمع وللدولة، وستظل كذلك، ولن تنجر أبدا إلى الفوضى وزرع دم فوق دم وموت فوق موت وزرع ثارات لا تنتهي أبدا. القبيلة مكانتها عالية في اليمن وستظل عالية إن شاء الله بقيمها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها وأعرافها. أخيرا، الدماء لا تنام. تسليم إنسان من قبيلته إلى خصومه ليقتل بهذه الطريقة البشعة ليس شجاعة ولا نخوة، خاصة والدماء لم تجف بعد. الحكومة اليمنية أمام اختبار صعب. السكوت على هذه الجريمة يعتبر شراكة غير معلنة مع دواعش القبيلة وشريعة الغاب. وستظل القبائل اليمنية في شمال اليمن وجنوبه فخر لكل القبائل العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.